تعال اقول لك على 3 حاجات ما تشيلهمش من السحور بتاعك عشان ما تحسش بجوع اثناء الصيام. بس الاول صلي على النبي وحش. اول حاجه يكون فيها كازين عشان بياخد وقت في الامتصاص في جسمك وبيقعد فتره اطول، ومصادر الكازين معروفه، عندك منتجات الالبان بالاخص الجبنه القريش والزبادي. تاني حاجه وهو البروتين عامه، معانا برضو الجبنه القريش والزبادي فيهم نسبه بروتين كويسه، وهنضيف عليهم مثلا حاجه زي البيض. اي مصادر بروتين حيواني هتدخلها على السحور هتاخد وقت في الامتصاص وهتحسسك بالشبع فتره اطول. تالت حاجه والاهم وهي مصدر الياف كويس، يعني ممكن تاخد اي خضار او السلطه عامه، ويبقى افضل لو خدت حاجه فيها الياف وبوتاسيوم زي البطاطس او البطاطا، الاتنين كويسين جدا. حاول تدخلهم على السحور يحسسوك بشبع فتره اطول لان فيهم نسبه الياف كويسه وكمان بوتاسيوم. وطبعا ما تنساش موضوع الميه، معاك فتره تشرب فيها من المغرب لحد الفجر، بلاش تحوش كميه الميه اللي انت عايز تشربها كلها قبل اذان الفجر تقعد تشرب في لتر و2 لتر ميه، لان من بعد 10 دقايق من شرب الميه اللي انت هتشربها دي كلها تنزلها في الحمام، لان انت مش جمل ما عندكش صنم تحوش فيه الميه. عندك فتره طويله تقسم فيها كميات الميه بتاعتك على فترات عشان تعرف ترتوي وجسمك فعلا يستفيد من الميه اللي انت هتاخدها. وبس كده، سلام.